كان في علاقة بين زوجته وبين صديق عمره، يعني أمنية بتخون جوزها وهي على ذمته لمدة 6 سنين، وراحوا خاطفينه جوه عربية ملاكي تبع واحد منهم، وجيب الجفيس البلاستيك بإيديه ورجليه وحطوا كمامة على بوقه، والزوجة راحت خبطها بسكينة، والزوج بعد كده خد السكينة منها وراح ذبحها. إن عواقب ارتكاب الجريمة وخيمة جدا، ستودي بك إلى أوضاع مأساوية حزينة. نصيحة: لا تورط نفسك في ارتكاب أي جريمة أو مخالفة للقانون، لأن الجريمة لا تفيد. ساعة مع حنفي. أهلا بكم، أهلا بكل مشاهدي قناة ساعة مع حنفي، القناة المعنية بعالم الجريمة. تعال نشوف الجريمة دي اللي حصلت في محافظة القاهرة. زوجة اسمها أمنية عبد الرحمن. أمنية عبد الرحمن متجوزة من واحد اسمه أيمن شبل. أيمن شبل راجل مقتدر ماديا، عايشة معاه في خيره. للأسف دايما بنقول ما تدخلش أصحابك جوه بيتك. أصحابك خلي الصحوبية دي بره البيت، خلي الصحوبية دي بعيدة عن مراتك وعيالك، خلي الصحوبية دي بعيدة عن مكان حياتك المعيشية، سواء أسرتك أو أبوك أو أمك. أنت صاحبك، أنت بتدخله أصلا بيتك ليه؟ الصحوبية دي بره البيت. للأسف أيمن شبل كان ليه صاحب اسمه محمد عيد إمام. محمد عيد إمام صاحبه وكان دايما بيجي عنده في البيت. للأسف الزوجة أمنية بدل ما تدي اهتمامها لجوزها ولبيتها، ابتدت تنشغل بصديق الزوج اللي هو محمد عيد إمام. تطورت من نظرات إلى مكالمات إلى لقاءات إلى علاقات جنسية كاملة في غياب الزوج. الزوج شك في مراته، يعني شبل ده محمد شبل، أيمن شبل شك في أمنية. أنت في حاجة بينك وبينه؟ الناس بيقولوا أنت إنه بيجي لك وأنا مش موجود. المهم صوتت وخربت الدنيا، بتتهمني في عرض في شرفي. أنت عمرك ما هتبقى راجل أبدا، بتشك في نفسك وبتشك فيا، شرفي عرضي. المهم قال لها يعني إيه؟ قالت له أنا عمري ما هبص الرجالة خالص، ولا عمري هتجوز من بعدك. أنا كرهت الرجالة وكرهت الصنف كله بسبب. فما كان من أيمن شبل من كتر الكلام اللي سمعه، في نفس الوقت هو بيحبها وعايز يصدقها ومش قادر يلغي كلام الناس ونظرات الناس، فعاش حياة جحيم. فالمهم راح آخر ما غلب ولقى الشك ده ربنا ما يجعل يعني عذاب، فطلق أمنية. أمنية عبد الرحمن اتطلقت ورجعت بيت أهلها. ابتدى هو بيعمل محاولات عايز يرجعها تاني، بيقول أنا طلقت عشان تتعلم الأدب وأنا مسامحها بس ترجع. هو الراجل عايز يعمل حاجة لأنه بيحبها. فوجئ بعد انقضاء شهور العدة إن زوجته بتعلن جوازها من صديقه العزيز اللي دخله بيته محمد عيد إمام. كده تيقن الزوج تماما إن فعلا كان في علاقة بين زوجته وبين صديق عمره محمد عيد إمام. الناس في التحريات وفي الشارع قالوا ان العلاقة دي بقالها 6 سنين، يعني أمنية بتخون جوزها وهي على ذمته لمدة 6 سنين، بيتردد عليها في غياب الزوج، والزوج آخر من يعلم. 6 سنين. الزوج بعد كده تأكد ان كلام الناس صح، وان في حاجة بين طليقته وبين صديقه، وان صديقه خان العشرة وخان الامانة وخان العيش والملح، وكان بيعمل علاقة مع مراته وهي على ذمته لمدة 6 سنين. فالزوج عشان ينتقم من الزوجة راح عندهم البيت وفضح الدنيا، يلي كانت بتخوني وهي على ذمتي، بس هي اتجوزت خلاص. وابتدى ان هو يروح لقرايبها اعمامها وخلانها وحتى الجيران، وقال لهم ان مراتي كانت بتخوني، صاحبي اللي دخلته بيتي عمل علاقة معاها 6 سنين وانا نايم ما اعرفش حاجة، ولما الناس هم اللي نبهوني، وبعد ما طلقتها اتجوزت منه الخاينة. الكلام ده ابتدى يسمع جامد قوي في المنطقة اللي عايشة فيها، وخاصة ان محمد عيد امام قالك ده بيخوض في عرض مراتي، ما بقت مراته دلوقتي،
فاتفق مع مراته، ومراته قالت له على فكرة ده معاه فلوس ومعفن وبخيل ودايما في فلوس في جيوبه، والفيز اللي معاه ممكن نطلع منه بمصلحة. فقال لها يعني ايه؟ قالت له شوف لي راجلين 3 معاك ونطب عليه، ناخد منه الفلوس وناخد منه الفيز ونصرف القرشين الحلوين المحترمين وبعد كده نتخلص منه. الزوج للأسف سمع كلامها، راح متفق مع واحد اسمه محمد الجوهري طنطاوي. قال له يا محمد تجيب 3 رجاله معاك، عايزين نخطف الراجل اللي بيلوث سمعه مراتي. قال له ده كان جوزها الاولاني. قال له ما بيقول في كلامها وهي على ذمتي دلوقتي وانا لازم ادافع عن مراتي. قال له عايز ايه؟ قال له تجيب 3 رجاله معاك، عايزين نخطفه نمضيه على صلاه امانه ونصوره وناخد الفيز اللي معاه واديك 10000 جنيه. قال له طب والرجال اللي معايا؟ قال له هتجيب كام راجل؟ قال له هجيب لك 3 معايا، نبقى 4. قال له 40000 جنيه، كل واحد 10000 جنيه. فعلا محمد الجوهري الطنطاوي جاب 3، وفعلا كل واحد منهم خد 10000 جنيه. لبسوا كمامات طبيه ونظارات سوداء ومشوا لغايه ما عرفوا مكان اللي بيشتغل فيه الزوج ايمن شبل. راحوا ماسكينه وراحوا خاطفينه جوه عربيه ملاكي تبع واحد منهم، وجيب الجافيس البلاستيك بايديه ورجليه وحطوا كمامه على بوقه، وراحوا خاطفينه في منطقه نائيه زراعيه متطرفه. وجوه العشه الزوج فوجئ او الشبل فوجئ بمراته طليقته وجوز طليقته و3 معاه. خدوا من جيبه 5000 جنيه كانت معاه في جيبه، خدوا منه الموبايل الايفون اللي كان معاه. بعد كده 3 فيز معاه قعدوا يضربوا فيه، ادينا الارقام السريه بتاعت كل فيز. الزوج تحت التهديد او الراجل ده اللي هو ايمن شبل تحت التهديد، عطلهم ال3 ارقام سريه بتاعت كل فيز. راحت الزوجه مع جوزها في عربيته الى البنك المكانات الاي تي ام، لقوا ان الارقام السريه بتاعت 3 مكانات بال3 فيز غلط. رجعوا للزوج تاني قال لهم موتوني، انا لما تروحوا تسحبوا من كل مكنه الرصيد بتاعي انا هعيش له. فما كان من الزوج والزوجه ان هم مسكوه للاسف، والزوجه راحت خبطاه بسكينه، والزوج بعد كده خد السكينه منها وراح ذبحه. مات ايمن شبل اللي كان بيدافع عن شرفه بس بعد ما طلق زوجته، واللي خدها مين؟ صاحبه، واللي قتله مين؟ صاحبه وطلقته. بعد ما خدوا 5000 جنيه والموبايل وال3 فيز، بس ما عرفوش يصرفوا حاجه بال3 فيز، ولما ما رضيش يديهم وصلاه الامانه قتلوا. حكمت المحكمه من 3 ايام على امنيه عبد الرحمن وايمن شبل بالاعدام شنقا، وبقيه ال4 التانيين خدوا اشغال شقه مؤبده. نفعتهم ال10000 جنيه؟ طب انت يا امنيه تستاهل الدنيا ان انت تموتي وانت لسه في شبابك عشان ايه؟ مش انت الخاينه؟ ومحمد عيد مش انت الخاين؟ القصاص العادل هو الاعدام، وتأيد الحكم نهائي، يعني خلاص هيتنفذ. هنقول ايه بقى؟ لله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.